عايزك تتخيل معايا جزيرة بعيدة والكاميرات في كل مكان فيها، جزيرة مترشقة كاميرات علشان تصور كل حاجة بتحصل فيها، مع العلم ان في سياسيين وفنانين كبار بيروحوا الجزيرة ديت وكل حاجة بتتصور. صاحب الجزيرة واللي ماسك كل الصور والمستندات ديت اسمه جيفري ايبست، وفجأة اسم ترامب طلع مرتبط بيه. حضرتك ممكن تقول عادي وفيها ايه لما اسم ترامب يرتبط براجل صاحب جزيرة؟ خليني اقول لك يا صديقي العزيز ان ديت مش اي جزيرة، الجزيرة ديت كان بيتعمل فيها اعمال مشبوهة كتير، ودلوقتي ابتدت تطلع ملفات سرية من اللي كانت بتتصور في الجزيرة واللي من ضمنها حاجات تمس ترامب. بس احنا عايزين نعرف اشمعنى الملفات دي طلعت دلوقتي، وبالذات في الوقت اللي ترامب واقف في حرب غزة، وليه دلوقتي ومين المستفيد؟ وخد بالك علشان اللي جاي هيخلي دماغك تفكر 10 مرات في كل حاجة كنت فاكرها عن الاغنياء والسياسيين. ونبتدي دايما حلقتنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ايبستن صاحب الجزيرة المشبوهة دي كان غني، ومش اي غني، ده كان ماسك اللعبة الكبيرة ورا السياسيين والفنانين. جزيرته هي عبارة عن مكان بعيد عن العالم، وكل حاجة في الجزيرة ديت مخفية وسرية، والكاميرات مغطية الجزيرة كلها وموجودة في كل زاوية فيها. كل ضيف يدخل الجزيرة ديت لازم يتسجل له كل كلمة وكل حرف وكل تصرف، وكل ديت بتبقى ملفات جاهزة للابتزاز بتطلع في الوقت المناسب. وهنا في سؤال لحضرتك، تخيل لو حد عنده صور او فيديوهات ليك والفيديوهات او الصور ديت مش كويسة، هل هتقدر توقفه ولا هتخاف ان اي حاجة من الحاجات دي تتنشر؟ خليني اقول لك يا صديقي العزيز ان الجزيرة ديت مش مجرد منتجع، دي آلة ابتزاز عالمية. الجزيرة دي كان فيها غرف سرية وكاميرات بتسجل لاكبر ناس في العالم من غير ما هم يعرفوا. ايبستن كان بيستدرج ضحايا صغيرين، بنات يعني، علشان يصورهم في مواقف محرجة، وبعد ما يسجل فيديوهات للسياسيين والفنانين يبتدي يبتزهم ويضغط عليهم ويبتدي يخوفهم كمان علشان خاطر يعملوا اللي هم عايزينه. لو لسه مش فاهم خليني اقول لك ان دي منظمات خفية بتحرك العالم، بتخلي العالم يمشي في الاتجاه اللي هم عايزينه يمشي فيه. وهنا سؤال لحضرتك، تفتكر اي حد من الفنانين او السياسيين لو كان عارف حجم الورط او الكارثة اللي هو يتحط فيها كان عمل كده برضه؟ والصدمة هنا ان بعض الملفات بس هي اللي ظهرت، مش كل الملفات. يعني نقدر نقول ان الاخطر لسه مخفي، وعلشان تعرف الخطر اللي لسه محدش اعلنه، اي حد كان بيدخل الجزيرة ديت كان بيتسجل له بدون علمه ايا كان هو مين. اي كلمة او حركة ممكن تتحول لسلاح ضدهم. السياسيين والفنانين كانوا تحت تهديد مستمر، اي خطوة غلط ممكن تسبب فضيحة عالمية. وهنا في سؤال لحضرتك ويا ريت تجاوبني في التعليقات، تفتكر مين اقوى؟ ايبستن صاحب الجزيره اللي ماسك مستندات وملفات خطيره على ناس تقال، ولا اللي عندهم منصب وسلطه؟ تفتكر بقى مين اقوى؟ وخليني اقول لك ان ترامب صاحب ايبستن صاحب الجزيره، بس العلاقه انتهت بينهم من زمن. بس يا صديقي العزيز عايزك تعرف ان اي صوره هتظهر لايبستن او ترامب مع بعض هتخلق ضجه اعلاميه وضغط سياسي كبير على ترامب. حضرتك تقول لي حتى لو ملهاش علاقه مباشره بيه، اقول لك حتى لو ملهاش علاقه مباشره بيه. حضرتك تقول لي اشمعنى الملفات دي ظهرت دلوقتي، مش من سنه، مش من سنتين، مش في اي وقت فات، لان الملفات دي عدى عليها وقت كبير. اشمعنى ظهرت دلوقتي؟ اقول لحضرتك كلنا سالنا نفسنا هو ترامب ايه اللي موقفه مع اسرائيل الوقفه الغريبه دي؟ العالم كله صعبان عليه فلسطين وترامب مش عايز يغير موقفه. كلنا سالنا نفسنا هي اسرائيل ماسكه على ترامب حاجه لحد ما يجي الوقت وترامب شكله كمان هو ما يستحملش ويقرر ان هو يوقف حرب غزه. هنا ابتدت تطلع الصور وابتدى يتربط اسم ترامب بايبستن. اول ما ترامب واقف حرب غزه ابتدت كل حاجه تتقلب عليه وملفات القديمه تظهر. عرفت ليه اشمعنى دلوقتي؟ طب مين المستفيد او مين اللي ورا الكلام ده كله؟ يعني هي المقاطع القديمه ديت ايه هتظهر بالصدفه؟ اكيد لا، اكيد كل حاجه مترتب لها ومحسوبه كويس. الهدف تشويه سمعته علشان مشي ضد اسرائيل، كانوا عايزين يضغطوا عليه اكتر من كده ويتحكموا في موازين القوى الدوليه. دلوقتي بقى اي تحرك لترامب بيتقابل بموجه كبيره قوي من مقاطع ايبستن. ويا صديقي العزيز عايزك تعرف ان التوقيت اكبر عامل يخليك تفهم الصوره الصح. التوقيت دليل على ان دوت لعبه مخطط ليها، مش مجرد صدفه ابدا. الملفات اللي ظهرت مجرد اقل من 10% من اللي لسه مستخبي ولسه مخفي ومحدش يعرف عنه حاجه. على فكره ايبستن مات، بس المنظمه اللي عملت ايبستن واللي عملت الجزيره ديت هي اللي بتحرك كل دوت دلوقتي، ومعاهم قوائم لاسماء فنانين وسياسيين كبار وتسجيلات صوتيه وفيديوهات سريه. اي كشف للملفات ديت ممكن يهز اي منصب كبير حتى لو هو كان. وهنا بقى حضرتك تفتكر ان الملفات كلها هتتكشف ولا في اسرار اكبر لسه مخفيه؟ خليني اقول لك ان الملف دوت مش مجرد فضيحه، ده نظام كامل للتحكم والسيطره على الاقوى في العالم، وظهوره مرتبط بموقف ترامب من غزه. واللي بيحرك اللعبه اطراف داخليه ودوليه بتحرك اللعبه لمصلحتها. وهيفضل برضو السؤال لحضرتك يا ريت تجاوبني عليه، كل الملفات هتتكشف ولا في حاجات هتفضل مستخبيه؟ وخليك فاكر يا صديقي العزيز ان الحقيقه دايما مش زي ما بنشوفها، واقوى اسرار العالم غالبا بتفضل ورا الستار. وما تنساش كل يوم اسرار جديده. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وانتظروني في حلقه جديده ان شاء الله.